تحياتي والسلام عليكم. اليوم يقع تهديد معنا شريف الجبالي وعائلته قدام مرأة ومسمع معنا رئيس مركز نتاع سكرة، حين معناها تنزل عصابة ميليشيات نداء تونس من السيارة، وهي معناها ملغمة معناها في السيارة الأجرة نتاعها بالسواطر وبالزلالط. هذه حسب المعلومات اللي جاتنا من أمني شريف بوزارة الداخلية، من نذكروش اسمه على خاطر خوفا على سلامته وسلامة عائلته. سي رؤوف خلف الله هذا رئيس العصابة كمال طيف ونداء تونس، قاعد يحوسلكم توا بجهازات لاسلكي، وقاعدين يخدموا معناها كأمنيين مذرحين لصالح كمال طيف، الغريب وغريب من الحكومة وخاصة من وزير الداخلية لطفي بن جدو. يا سي لطفي بن جدو، هل أنت معناها دمية نتاع كمال طيف ولا وزير الداخلية نتاع الشعب لحماية الشعب؟ شيء هذا راهو مش بنسكتوا عليه، واي مساس من شعارات شريف الجبالي راهي باش يقوم عليكم بركان الشعب التونسي، بركان شباب الثوره، باش يقوموا لكم ولا ما عملوش يوم 14 جانفي 2011 باش يعملوا اليوم، وباش يعملوا في الوقت هذا. هي تنصيب معناها الاعدام والمشانق لكم في شارع الحبيب بورقيبه امام مبنى العزيزيه قدام وزاره الارهابيه. هذه أكبر غلطة اللي عملها الشعب التونسي. توا تمداو وخرجتوا من الحجور ومن قب نتاعكم وقب المحاض، خرجتوا وتهدوا في شرفاء تونس بعد معناها قتل طارق المكي وبعد قتل عبد الفتاح عمر وبعد فوزي بن مراد. توا بتحبوا تمداو، لكن من عندكم وتوصلوا الشعب كله فايق بيكم. ونعاود نقول لها اي مساس بالاستاذ شريف الجبالي راك حليتوا معناها حرب باش تقوم عليكم من غير هواده. وهذا ندائي الى شباب الثوره ولجان حمايه الثوره وكل تونسي شريف من كامل تراب الجمهوريه من الشمال الى الجنوب. اي مساس بالاستاذ شريف الجبالي رانا باش نخرجوا لكم وتكون حرب بلا هواده عليكم يا ولاد الحرام يا خماش. تفوا على مذهب بوكم الكلب. وزاره الداخليه مازالت معش فيها الرموز الفاسده، مازالوا ياخذوا في الفلوس معناها من كمال طيف الخماش. عامل لهم شهريه يجي 10 ملايين في الشهر خلاف شهريتهم من وزاره الداخليه. سي با نورمال، شيء اسف. والحكومه راقده والماء يجري تحت ساقاها. وصلت في بن جدو هذا ولا شكون اللي جابوه معناها فين الدميه حركوا فيها، خلوه احنا راجل معناها ثوري معناها باش ياخذوا حق الشهداء وحق عائله الشهداء وحق الشعب التونسي، لكن هو تمادى وحط ايده مع الشيطان كيما الحكومه، وهذا شيء اسف. الحكومه تابعه شكون؟ مش تابعه الشعب. شكون حطك يا حكومه؟ مش الشعب. شبيك تدور ظهرك وللشعب وعطي معناها حط يدك مع الشواطن مع سي كمال طيف؟ هذا مازال قائم فرعون تونس، هذا مازال يتمادى ويعمل، فهمت؟ ومازالوا معناها يتعشين في وزاره الداخليه والمؤسسه العسكريه. كل مره طلعنا طلعه او الشعامبي او فلان او القروان او كل مره فو على مذهب دين والدين بوكم الكلب. نداء تونس الميليشيات كلها قاعده تخدم كيما الحاكم وراس ستار. نقول لكم كلهم معناها مجهزين، حتى بسلاح مجهزين. نقول لكم يا توانسه يا شريف الجبالي، قل يا جماعه وعندي الميساج هذه لشباب الثوره الكل معناها في حلق الواد وفي تونس وفي بنزرت والقصرين كلهم معناها كل شباب الثوره قل لهم مش صاير، اخرج تكلم ما تخافش منهم. وانت اكبر غلطه عملتها يا شريف جبالي لومك عليها يجوك اليوم توا حبوا يهدوك ويخطفوك معناها في سياره اجره. ما عندكش تليفون تصورهم اخويا 2 مينوت 3 مينوت، صور دين امهم وحطهم على الفيسبوك خلينا نفضحوهم. يصورهم يا شريف، راك مثقف راك استاذ وذكي، ما تحصلش ما تخافش احنا معاك. وما عندهم يعملوا لك حتى شيء، جبناء طحانه كلاب، ما تخافش منهم. نعرفوهم احنا واحد ونعرفوها حكومه الظل ونعرفوهم اللي يعطيوا تعليمات هما وزاره الداخليه والمؤسسه العسكريه من قرطاج ومعروفين خماج. جاني ما عادش نحب نحكي عليهم، نتكلم تو على اسم منهم نرد في على دين والدين بوهم. يدوروا في مسائل البلاد من قرطاج، راهو حامد القروي والهادي باكوش محمد الغنوشي كمال مرجان حبيب عمار
هذه هي العصابه النوفمبريه قاعد تدور في دوري البلاد. سكتوا عليها هكا، سكتوا عليها، والحكومه ضعيفه، الحكومه لا تحب تحاسب، تحب تعمل حتى شيء. سي با بوسيبل، فوالا سي با بوسيبل، سي با بوسيبل، فوالا. توا الحاضر سيدي قانون تحسين الثوره لا يغير، ما تعداش قانون تحسين الثوره، راهي صارت لكم الثوره التونسيه كما ثوره رومانيا، باش يرجعوا الكل وعاودوا يحكموا فيكم من جديد، ومش يحكموا فيكم بقبضه الحياه من حديد، ويتمكنوا من الثوار الكل اللي قامت بالثوره هكا، ويبدا يقتلوا فيكم بالواحد ويرجعوا يحكموا من جديد. وهذيك هي، على خاطر ما حسبتوش الخماش نتاع وزاره الداخليه، الامنيين الفاسدين اللي ايديهم ملطخه بالدماء، تحبهم يعملوا؟ ما تعرفوش بالديمقراطيه، لازم تنزل على دين والدين بوهم الكلب تنحيهم. يا حكومه هو قريب ان شاء الله الانتخابات قريب، وفما محاسبه معكم، فما مفاهمه معكم، قلت ربي. والسلام عليكم.